بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. وهذه الصوتية الرابعة في نقل إجماع السلف على أن الله عز وجل فوق 7 سماواته بذاته، والحمد لله رب العالمين. طيب، هذا الإجماع نقله ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في القرن الثالث 376 للهجرة. نقل هذا الإجماع في كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ. وهذا الإجماع معروف جدا. قال فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خالفها أهل البدع والضلال أن الله تبارك اسمه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، أي ليس في الأرض، فنسب المكان إلى الله عز وجل أنه فوق 7 سماوات. قال وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وهذه هي الذاتية، أي أنه بذاته فوق 7 سماوات، وأنه في كل مكان بعلمه. هذا كلام ابن أبي زيد القيرواني في نقله للإجماع. قال وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه، وأن لله سبحانه وتعالى كرسيا كما قال عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. والإجماع الذي يليه من نقله ابن بطة رحمة الله عليه في 376 للهجرة. نقل إجماع السلف ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى، وكذلك نقله الإمام الذهبي في كتاب العلو على ما أذكر. وهذا الإجماع معروف عند أهل السنة والجماعة. قال ابن بطة رحمه الله وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين، أي كل أهل السنة المؤمنين يقولون أن الله عز وجل فوق عرشه فوق سماواته، إلا الكفر المرتدين الذين يقولون خلاف هذه العقيدة. وقال وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين من الموحدين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه، أي بذاته بالسماء ومعنا بعلمه في كل مكان. قال رحمه الله لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية. واسمعوا يا أشاعرة يا زنادقة ماذا يقول فيكم ابن بطة عندما نقل الإجماع. قال ولا يأبى ذلك، أي ما يأبى ذلك ماذا؟ لا يأبى ذلك ولا ينكره، أي أن ينكر أن الله فوق 7 سماوات بذاته ومعنا في كل مكان بعلمه وبصره وسمعه وسلطانه ونحو ذلك. قال ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية، وهم قوم زاغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين فمرقوا من الدين، وقالوا إن الله ذاته لا يخلو منه مكان، فقالوا إنه في الأرض كما هو في السماء، وهو بذاته حال في جميع الأشياء. وقد أكذبهم القرآن والسنة وأقاويل الصحابة والتابعين من علماء المسلمين. هذا كلام ابن بطة رحمه الله، نقل إجماع السلف.
يعني أنتم، أنا أريد سؤال فقط لهؤلاء الجهمية المعاصرة: من سبقكم من السلف في قولكم أن الله ليس له مكان وأن الله لا يحده مكان كما تقولون؟ هذه زندقة وكفر بالله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.